يعني مثلا انت كنت قبل قافل ما اغني بملاهي ومستحيل وبس حنه واعراس بعدين قمنا نشوفك بملاهي. اي انا ما بغني بملاهي، اغني بس راقصات ماكو مشكله، لان ما بصعد بنات يمي. ايش تو بكيفك هو ذا ابو هذا صعد بنات ما لا تقدر لا تقول. بكيفي اكيد بكيفي. يعني انت تقول لهم ما ردي اي صعد انا بنات؟ افرض اي بنيمه صعد يمي. بس هي العله مو بس بالبنات يعني. هو عاد اقول لك، هو انت بعد فنان رجال تغني مطرب، انت بكل مجال تغني بعد. طبعا انا ما دامتك انك تغني هناك، بس قصدي ايش كنت قبل تقول مو بالبدايه مستحيل كنا أغني؟ يعني بعدنا مثل ما نقول خايفين ومرتب. هسه بعدين الحياه تغيرت، صار هذا مجالك، هذا باب رزقك، هذا اختصاصك. انت لما تشتغل بالمطعم الليلي وتشتغل مطعم هوائل وتشتغل من هنا ومن هنا، شلون تشتغل؟ شلون تعيش؟ طبعا. يعني شلون تعيش لك عائله؟ شلون تكون لك؟ زين النوادي الليليه بها فلوس اكثر لو الحفلات والله انا ارتاح بالحفلات اكثر، ولذلك انا هسه نوادي الليليه ما انزل قليل جدا. ويعرفون الجميع انا اكثر شيء اعراس شعبي. اكو موقف ما تنساه صار لك بوحده من النوادي الليليه؟ والله المواقف واحد، مثلا واحد يقول لك تعال غني لي تايبين. تايبين وعليها الله يرحمه مو حلوه، انا اغنيها. فمو كاري اغني انا تايبين وكذا. هاي الناس يجي لك الله على الشرب، يعني كل شيء تحكي. زين شو تقول لهم يعني من يطلبون؟ الشغله اللي ما اقدر لها ما اغنيها. اكو حد في اليوم صار عصبي مثلا؟ لا عصبي على شنو؟ مش عنده تعرف يا خاله علي من حصل. الشغله اللي ما اقدر لها ما اغنيها، الشغله اللي ما اجيدها ما اخجل روحي. انا بكاري اختص بكاري وخلاص.